النهاردة عندنا قصة جديدة لبنت أهلها خانوها وقتلوها، فبترجع للحياة وبتدمرهم كلهم. بس قبل ما نبدأ اعملوا لي اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل قصصنا. ويلا نبدأ. بتبدأ القصة بترحيب الناس بالبطل لي جي، المحارب اللي أنهى الحرب وكان ليه الفضل في فوز المملكة، وهو بطل الحفلة والملقب بقاتل التنين، واللي مخطوبة ليه البنت المهملة لدقية بلازيت، وهي بطلتنا نادية بلازيت. وكان بينطلب منها إنها ترحب بخطيبها وإنها تتعهد بالولاء ليه، وهي دي كانت بداية مأساتها. وبنعرف إن نادية بلازيت هي دمية عيلتها وملهاش أي قيمة بالنسبة لهم، ودايما متراقبة من الخدمات بعكس أختها الصغيرة المدللة. لغاية ما في يوم طلب منها والدها الدوق بلازيت إنها توافق على جوازها من لي جي، لأن ده شيء هيساعد الدقية جدا، ولأن لي جي كان شخص قوي وقدم إنجازات كتير، فكان الدوق متأكد من إن جعله بجانبه هيكون مفيد ليه جدا. علشان كده ربطوا مع بنته نادية الغير شرعية بجواز مرتب، وتم تحريكهم كقطع الشطرنج. وكانت نادية عندها أمل بإنها هتعيش حياة زوجية طبيعية، وفضل الأمل ده موجود لغاية ما تعرضت للخيانة من أقرب الناس ليها واللي هي وثقت فيهم جدا. وبتظهر نادية وهي مسجونة، وكانت بتقسم بإن في سوء تفاهم، وبتطلب من أختها كارين بإنها عاوزة تقابل خطيبها لي جي. فبتدخل لها أختها الزنزانة وبتقول لها إن هو مش هيجيلك أبدا، لأنه من البداية مش متقبل فكرة الجواز من طفلة غير شرعية، وإن ده شيء قليل من وجهة نظره. فسألتها إذا كانت هي اللي دبرت الخطة بمساعدة والدهم، لكن كارين فضلت تضحك عليها باستهتار، وأكدت لها إن هم اتفقوا على الخطة سوا علشان يقدروا إن هم ينهوا الخطوبة ويتهموها بالفضيحة، وقرروا إن هم يحطوا لها مخدر في الشراب ويخلوها تتقابل مع راجل هم اللي أجروه للمهمة، وإن هم هينادوا الناس علشان يشهدوا على فضيحتها. ونفذوا فعلا خطتهم وخلوها تظهر بموقف واضح مع شخص غريب عنها، وخطيبها هو اللي اكتشفهم. وسألتها كريم بشماتة يا ترى رأي خطيبها إيه في جوازه من بنت غير شرعية، وأكدت لها بإن ده شيء بيضر بسمعته لأن هو فعلا بطل حرب. ففكرت نادية بإن ليجي فعلا ما حاولش إن هو يزورها من يوم الحادثة، وفهمت إن هو من البداية اعتبر خطوبته منها إهانة ليه ومش تمييز، وإن هو دايما كان بيعاملها بإهمال. وفكرت بإن هو لو كان طلب منها فسخ الخطوبة كانت بعدت عنه بدون تردد. وقالت لها أختها بإنك مش قدامك غير نهاية بائسة، لأن مفيش أي عيلة هتقبل واحدة اتفسخت خطوبتها بعد ما غزلت راجل تاني. وطبعا كانت نادية مصدومة من كلامها، وأمرت كارين الرجال إن هم يدخلوا، وقالت لها إن الحل الوحيد اللي قدامك هو إنك تموتي بشرف. وطبعا نادية بتخاف جدا، وبيهجم عليها الرجالة لقتلها، وبتكون باقي الخطة إن هم هيقولوا إن هي اللي انتحرت لأنها جلبت العار لعيلتها، وبكده ليجي هيكون فقد خطيبته من غير ما يقصد، وهم هيحافظوا على شرف عيلتهم وشرف خطيبها كمان، ويكون الشيء الوحيد اللي اتسخ هو اسم نادية وبس. وبتصرخ نادية بإنها مش عاوزة تموت، واتسألت إذا كانت هي دي فعلا نهايتها، وفضلت تفتكر حياتها البائسة وإنها كانت دايما بتنفذ أوامر والدها وبس، ودايما تحت مراقبة زوجة والدها، وإن كل شيء جيد كان من نصيب أختها الغير شقيقة. وودعتها كارين وهي بتضحك عليها. وتوفت نادية فعلا وهي بسن 23 سنة، وكانت معتقدة بإن كده كل شيء انتهى خلاص. لكن فجأة بتفتح نادية عيونها وبتلاقي إنها رجعت للحياة، لليوم اللي كان عمرها فيه 20 سنة، وكانت مستغربة إنها لسه عايشة ومفيش حبل على رقبتها. وفهمت إنها رجعت للحياة مرة تانية لنفس اليوم اللي طلب منها فيه والدها إنها توافق على جوازها من ليجي، وإن هي دي فرصتها للانتقام من خطيبها الأناني وأختها الغير شقيقة اللي بتضحك عليها حتى وهي بتموت، ومن أبوها كمان اللي استخدمها زي الشطرنج وتخلى عنها. واتسألت هل لو البشر أعطوا فرصة تانية للحياة فهل هيختاروا إن هم يعيشوا للحب ولا يعيشوا حياة طويلة صحية؟ وهنا دخلت عليها الخدامة واللي كانت بتكلمها بعجرفة طول الوقت. وقتها قررت نادية إنها تنتقم منهم كلهم، حتى من خدامتها اللي قدمت لها المشروب المخدر اللي فقدت بسببه الوعي ووقعت في خدعتهم. وبتخرج نادية من غرفتها وبتبلغها المساعدة إن الملك موجود وإنها لازم تستعد للترحيب بيه، وبتقدم التحية لوالدها، وكان والدها بيبص لها وكأنها حشرة. وقتها بلغها بأنها في حفلة النصر هتقدم إكليل الزهور لليجي، ففكرت هي بأن تقديم إكليل الزهور لشخص قدام كل الناس معناها اعتراف منها بالحب، فاتظاهرت بالموافقة قدامه، لكنها قررت بأنها لازم تلاقي خطة للهروب. وبتوصل مع والدها لعند الملك ورحبوا بيه، وكلموا الملك عن حفلة النصر اللي طلب من ماركيز جلين إن هم يقيموها، وهو بطل الشمال والعدو اللدود للجنوب. وكان الملك متضايق منه جدا لأنه بسبب إنجازاته فهيحصل على قدر كبير من الاهتمام في الحفلة، وبالتالي هيصبح أكتر غرور. فقال له بلازيت إن هو عنده خطة لتأييده من خلال زواجه من بنت من نبلاء الجنوب، ووقتها هيقدروا إن هم يسيطروا عليه. وهنا افتكرت نادية إنها في حياتها السابقة بعد ما اتخطبت لليجي سمعت عن جواز جليم من بنت من إحدى النبلاء، وإنها نفذت من البكاء بسبب قسوته معاها. وبسرعة جات لها فكرة بإنها هي اللي تلعب الدور ده، وهي اللي تتجوز من جلين علشان تقدر إنها تتخلص من مصيرها في حياتها السابقة وتنتقم كمان من عيلتها. وسألوا الملك مين اللي هيوافق إن بنته تتجوز من خطوط العدو، فرد عليه بلازيت إن الرعايا كلهم عندهم ولاء وإن المخلص بس هو اللي هيوافق. فحست نادية إن هي دي فرصتها،
وبسرعة قالت للملك بإنها مستعدة إنها هي اللي تقوم بالدور ده وتتجوز من العدو. وطبعا والدها وأختها بيتصدموا جدا من كلامها، بس محدش بيقدر إن هو يعترض. وبيفكر الملك في كلامها، لكنها بتتوسله وبتطلب منه إن هو يديلها فرصة لإثبات ولائها. وطبعا هي عملت كده لأنها كانت مفكرة إنها مش هتعاني تاني أبدا. ولما بيحاول بلازيت يكلمها بإنها بتفكر غلط، وقتها بيقوله الملك بإن دي فكرتك من الأساس، وإن بكده العلاقات هتقوى ما بين الشمال والجنوب. وقالت لهم نادية إنها في حفلة النصر هتقدم إكليل الزهور للماركيز جلين. فسألها والدها بغضب إذا كانت هي معتقدة بإنه هيقبل الزهور منها، فأكدت له نادية إن بما إن هو اللي طلب إقامة الحفلة فمش هيقدر أبدا إن هو يرفض منها الزهور علشان العلاقات ما تتوترش. وبالرغم من إن هو بطل وله سمعته وبطولاته، لكن الناس كمان بتهتم بالحب أكتر. واقترحت على الملك بإن هو يساعدها ويأمره بالجواز من ابنة الدوق اللي أظهرت ليه حبها. فاقتنع الملك بفكرتها ووافق عليها. وبلقم سأل الدوق بلازيت عن رأيه بوضوح، وطبعا بلازيت اتظاهر بالسعادة وإن هو موافق على الفكرة الممتازة دي. بس بعد ما بيمشي الملك، بدأت كارين إنها توبخها على فكرتها الغبية، وإنها هتروح للشمال بنفسها وهتصبح عدوة ليهم. وفضلت تطلب من والدها إن هو يرفض فكرتها. فسألها والدها بحدة ليه هي اقترحت الفكرة دي، بالرغم من إن هو بلغها بدورها الحقيقي بالجواز من ليجي، وإنها بكده بتخالف أوامره. ففكرت نادية إن حتى بموافقة الملك فلازم والدها كمان يكون مقتنع علشان مفيش حاجة تتغير. وبسرعة قالت له إن هدفها الأساسي من الجواز من عدوهم هو إنها تراقبهم وتعرف كل تحركاتهم وتبلغوا بيها، وبكده مكانته هو هتكبر أكتر بفضل تضحياتها. وبتفضل كارين تراقب رد فعل والدها اللي بيظهر عليه إن هو بيقتنع جدا بكلام نادية، وقال إن دي فرصة جيدة لإدخال جاسوس ما بينهم، وإن هو بكده هيعرف تحركاتهم بشكل أسرع. وفي النهاية بيوافق على فكرتها. فصارت كارين وسألته عن ليجي، فقالها بإن هو هيقترح عليه زوجة تانية. وهي بتفضل متضايقة جدا، وخصوصا لما سألها بلازيت عن اللي هي عاوزاه في المقابل. فقالت له نادية بإنها بس عاوزة الحرية، وإن هو بمجرد ما يهزم عدوه يجعلها أرملة غنية. وطبعا هي كان هدفها إنها تخدعه بإجابتها دي علشان تنهي المناقشة ما بينهم وبس، لكن هو بيوافق على طلبها. وبترجع نادية لغرفتها وهي بتفكر بإنها نهت الصفقة بنجاح، وقدرت إنها أخيرا تتخلص من ليجي. واتخلصت كمان من الخدامة اللي اتهموها بالسرقة بتدبير من نادية، اللي قدرت إنها تحط لها الجوهرة في جيبها من غير ما تحس بيها. وبكده هي بتكون نفذت أول خطوات ليها في الانتقام، لكن هي هدفها الحقيقي هو إسقاط دوقية بلازيت كلها. وبيجي يوم حفلة النصر، وبيتجه جليم مع رجالته للحفلة. وكانت نادية بتراقب اللي بيحصل وهي بتقول إن مفيش أي شيء اتغير من حياتها السابقة، نفس الملابس ونفس المجوهرات ونفس ديكورات الحفلة. وبتكون نادية لابسة جوهرة والدتها، لكن كريم بتأمرها بإنها لازم ترجعها لها بعد انتهاء الحفلة، لأنها عطتها لها بس بسبب أمر والدها. فبتغضب نادية جدا لأن الجوهرة دي في الأساس تذكار والدتها، لكنها مش بتقول ولا كلمة واحدة، وبتصبر نفسها بإنها هتستحمل كل شيء لأنها هترحل قريب. في الوقت ده بيظهر قدامها خطيبها السابق، وبتفتكر كل اللي هو عمله فيها بالاتفاق مع أختها لمجرد إن هو يتخلص من خطوبته منها. وبيبدأ الملك يجرم جلين وشكره على شجاعته وإنجازاته البطولية. وبعدها بتبدأ الحفلة. وقتها طلب بلازيت من نادية إنها تستعد، وراح يقدم تحياته لجلين وقاله إنك بتشبه والدك، واعتذر له عن الحادثة اللي والده تعرض لها. وبيبان على جلين إن هو بيكره بلازيت جدا، لكنه كان مجبر على إن هو يرد عليه. وهنا بيجي دور نادية، وبتتقدم بإكليل الزهور. وأول ما بيشوفها جلين بيغضب من بلازيت، لأن هو فهم إن هو بيحاول إن هو يخفيه، وهو أصلا صاحب الحفلة وصاحب النصر. وبيفكر بإن بنته هتقدم الزهور لليجي لأن هو بيدعمه، وقرر إن هو ينسحب بهدوء. بس لما كان في طريقه بتوقفه نادية، فهو بيعتقد إنها متوترة وعلشان كده وقفته بالغلط. ومال عليها وقال لها بصوت خافت إنك غلطتي في الشخص، وشاور لها على ليجي وقال لها إن هو بيقف ورايا وشعره داكن. لكن هي بسرعة قالت له إنها مش غلطانة، وقدمت له هو الزهور، وهي بتقول له إنها معجبة بيه جدا من زمان ووقعت في حبه من النظرة الأولى. وطبعا هو بيكون مصدوم جدا من المفاجأة، وسألها بحدة إذا كانت هي تعرف معنى اللي هي بتعمله. فقالت له بحماس قدام كل الناس إنها بتعترف له بحبها. وهنا بيتدخل الملك وبيطلب منه إن هو يقبل منها الزهور، لكن هو بيعترض. فبتقرر نادية إنها تكسب تعاطف الرأي العام، وبتقول له بحزن لو هو بيرفضها لأنها ابنة غير شرعية فهي مش بتحمله أي مسؤولية ناحيتها. وقتها فعلا بيبدأ الناس يعترضوا على تصرف جلين معاها، بإن هو بكده بيأذي بنت نقية بسبب خلافاته مع والدها، وطالبوه بإن هو يقبل حبها. وهنا بيضطر جلين بإن هو يقبل منها الزهور، وبسرعة بيسيبها وبيمشي، وهو بيقول لها إننا هيتكلم مع بعض في وقت تاني. وأخيرا بتحس نادية بإنها فعلا انتصرت. وأول ما بتخلص الحفلة بيمدحها والدها بإنها قابلت حسن، وإن ناقص بس إن هم يعرفوا موافقة جلين. في اللحظة دي بيظهر ليجي وهو غضبان، وبينادي على الضوء بلازيت وسأله بغضب عن الزهور، وإن هو كان عارف إن الزهور ليه هو، وسأله عن سبب تغيير المفاجئ. فاعتذر له الضوء لأن هو ما قالهوش الخبر قبل الوقت ده، ووعده بإن هو هيلاقي له شريكة أفضل. فصار عليه بإن هو هنا علشان يسأله عن سبب تغيير الخطة. فرد عليه الضوء بحزم بإن الخطة اتغيرت بالفعل،
وإن مفيش أي حل تاني. بس بسرعة اتمالك نفسه وحاول إن هو يهديه ووعده بإن هو أكيد هيعوضه، لكن هو برضه بيكون غضبان. وبتكون نادية مستغربة سبب غضبه، لكنها مش بتهتم بيه لأن هو اللي بدأ معاها بالخيانة. وبنروح لجلين وبيبلغوا المساعد بإن كل الناس بيتكلموا عن اعتراف الشابة الصغيرة ليه بالحب، ونصحوا بإن هو لازم يتصرف قبل ما يتجوزها بالإكراه. لكن جلين بيقول له هو متضايق بإن الوقت فات خلاص، ووراله رسالة وصلت له من القصر الملكي وبيطالبوا فيها الملك بإن هو يتجوزها. وطبعا هو مش بيقدر يرفض لأن هو بكده هيكون بيعصى أوامر الملك. وكان جلين فاهم بإن دي أكيد خطة الدوق بلازيد اللي كان عاوز يمنعه من أي تمرد هو ممكن يقوم بيه عن طريق الاتحاد مع كل نبلاء الشمال. وبالرغم من إن هو اللي دافع عن حدود الشمال وبالتالي حقق الأمان للجنوب، إلا إن نبلاء الجنوب احتقروا دايما الشماليين وتجاهلوهم ولقبوهم بالبرابرة. ولما كان هو في الحرب اتعرض والده ووالدته لمؤامرة اتسببت في موتهم، وهو متأكد إن دوق بلازيد هو اللي دبر الحادثة، وإن أكيد هدفه من جوازه من بنته هو إنها تكون جاسوسة ليه ضدهم. وقال له المساعد بإن ليجي كانت نظرته محيرة في حفلة النصر لما السيدة نادية قدمت له هو الزهور، وقال له إن كان في إشاعة بتقول إن نادية هتتجوز من ليجي، وإن أكيد الخطة اتغيرت من غير ما يبلغوه. وفي الآخر قال له جلين بإن هو لازم يطيع أوامر الملك وإلا الملك هيهاجمه، وأكد له بتحدي بإن نادية لازم تتحمل سوء المعاملة لأنها هي اللي اختارت إنها تيجي بنفسها لمنزله، وإن هو مش هيكون عليه أي لوم. وفعلا بدأت إجراءات الجواز ما بين جلين وينترفيل ونادية بلازيد، وقيمت الحفلة في قصر بلازيد. وكان النبلاء بيسخروا من نادية لكن هي ما كانتش مهتمة بيهم، وكان كل هدفها إنها بس تبين مدى حبها لجلين. وبدأت ترقص معاه وتتظاهر بالسعادة، وحست بإن هو كان حذر جدا في تعامله معاها، فقررت إنها لازم تبان قدامه بريئة وغير مؤذية. وحاولت إنها تلطفه وتمزح معاه، لكن هو صدها وسألها بحدة إذا كانت بتعتقد إن ابتسامتها هتفضل على وجهها بعد ما تروح معاه للشمال، وهي بتكون مصدومة من رد فعله، وقالت لنفسها إنها أصلا بتجبر نفسها على الابتسام قدامه. وخرجت للشرفة علشان تريح أعصابها، لكن بتتفاجئ بليجي وهو داخل وراها وفاجئها بسؤاله إذا كانت هي كرهت الجواز منه لدرجة إنها فضلت إنها تعيش مع العدو على إنها تتجوزه، وقال لها إن هو عارف من الضوء إن بنته هي اللي طلبت تغيير القرار، وكان هو غضبان جدا. وهي برضه استغربت غضبه وقالت له إنها عارفة بإن هو من البداية ما كانش مرحب بالجواز منها، لكنه أنكر. بس هي أكدت له بإنها متأكدة وإن هو بيرغب في الجواز من زوجة بدم نبيل، وأكدت له بإن هو لو كان اتعرض عليه إن هو يتجوز من كريم فما كانش هيتردد أبدا. وهو وقتها ما كانش قادر إن هو يرد عليها، وكأنه كان حاسس بإنها بتقرأ أفكاره. وقالت له هي سايباه وخارجة بإن هما مش مناسبين لبعض، وإن كل واحد ليه طريق منفصل عن التاني. وبتروح نادية تجلس في الحديقة لوحدها علشان تهدى، بس بتتفاجئ بكارين وهي بتطلب منها إنها تتكلم معاها. وبدأت كارين توبخها لأنها بتجري ورا راجل من الأعداء وبتجلب العار للعيلة، وسألتها إذا كانت بتعمل كده علشان تلفت نظر والدها اللي بيتعامل معاها على إنها قطعة شطرنج. لكن نادية اتجاهلت كلامها وفضلت تضحك عليها، وقالت لها إن أنا وإنتي زي بعض بالنسبة له، وبما إن هو خلاص انتهى مني فدورك كقطعة شطرنج إنتي كمان على وشك إن هو يبدأ. فصارت عليها كارين وأكدت لها بإنها ابنته المفضلة المدللة وإنها مش لقيطة زيها. في اللحظة دي بتلاحظ نادية قلادة أمها اللي لابساها كارين، ولما بتاخد كارين بالها بتخلعها وبتقولها إنها عارفة إنها كانت هدية لوالدتها من والدها، واللي أهداها لها لما عرف بإنها حامل وكان بيتمنى إنها تولد ولد، لكن في النهاية نادية هي اللي اتولدت وكانت عديمة الفايدة بالنسبة له. وقالت لها لو هي عاوزة القلادة فتنزل على ركبتها وتتوسل ليها إنها تديها لها زي الكلب، وهددتها بإنها هترميها في النهر لو هي ما ترجتهاش وطلبت منها إنها تسامحها. فبتتضايق نادية جدا منها وفكرت مع نفسها اللحظات، وبعدها اتظاهرت بإنها هتنفذ لها أمرها، بس بسرعة هجمت عليها وسحبت منها القلادة. ولما كانت كريم بتحاول إنها تتفاداها هي اللي وقعت في النهر، فغضبت كريم وصارت عليها وفضلت توبخها، لكن نادية ما اهتمتش أبدا بيها، وأكدت لها بإنها لو كانت حتى توسلت لها فما كانتش هي هترجع لها القلادة أبدا، لأنها فاكرة إن نفس الموقف حصل في حياتها السابقة. وبالرغم من إنها نفذت أمرها وتوسلت لها، بس كريم برضو رمت القلادة في النهر. وسألتها نادية ليه هي بتكرهها كده، بس بسرعة لما بتسمع نادية أصوات ناس بدأت إنها تتظاهر بإنها بتحاول تساعد أختها ومدت لها إيديها. فبتتفاجئ كريم برد فعلها وبتغييرها المفاجئ ده، وبيقرب الناس وبتتظاهر نادية بإنها حزينة بسبب اللي حصل لأختها. ولما بيسألها والدها عن اللي حصل بسرعة بتتهم نادية بإنها هي اللي وقعتها، لكن نادية أنكرت وقالت له إنها حذرتها وحاولت إنها تمسكها. فصارت كريم وقالت إنها هي اللي بتكذب وغلطت بلسانها، وقالت إنها هددتها بتذكار والدتها وعلشان كده هي دفعتها. بس بسرعة بتلاحظ إنها غلطت بكلام، لكن بيكون بعد فوات الأوان وبيكون الناس سمعوا الكلام كله وعرفوا إن شخصيتها سيئة، واستنكروا إنها إزاي هي اللي بتملك متعلقات والدة الابنة الأولى، وفهموا إن والدها بيميزها هي. وهنا بيغضب الضوء جدا وبيأمرها بإنها لازم تروح لغرفتها. وحاولت كارين إنها تعتذر منه لكنه ما تقبلش اعتذارها وصرخ في الخادم بإن هو ياخدها لغرفتها، وبسرعة بيعتذر للحضور عن اللي حصل. وبتكون نادية سعيدة لأن أختها تعرضت للإذلال ووالدها ما وقفش بجانبها، وتأكدت بإن سمعته هو الشيء الوحيد المهم بالنسبة له.
وإنها في النهاية أخدت خلاص جوهرة أمها وهتخرج من عندهم بسلام. بعد كده بياخد العريس عروسته وبيتجهوا للشمال، ولما بيكونوا في طريقهم بيقرب فابيان من جيلين، وده اللي هيكون مرافق لنادية طول الوقت، وسأله إذا كان هو بيعتقد إن السيدة نادية بتحبه فعلا، لكن جيلين بيغضب جدا من سؤاله وبيقوله في النهاية هي ابنة الضوء. فقاله فابيان بإن كان واضح عليها إنها مش بتتظاهر أبدا، لكن جيلين قاله بلاش تصدق كل اللي أنت بتشوفه، لأنك ما تعرفش هي إمتى هتطعنك في ظهرك، وبنعرف إنها جايبة معاها مهر كبير، وقاله إن نيتها هتبان لو احتاجنا لمساعدتها، فهل هي هتساعدنا ولا هتشاهد وبس. وبيرجع فابيان لنادية وبيتكلم معاها، وهي بتحاول إنها تطمنه من ناحيتها لأنها فاكراه من حياتها السابقة وإن هو كان خجول جدا في التعامل معاها. وبتوصل نادية لمملكة وينترفيل في الشمال، وبيجهزوا لها فستان بسيط للزفاف، وبتبلغها كبيرة الخدم إن حفلة الزفاف هتكون بسيطة بسبب المشاكل اللي في البلد وسوء الحصاد، لكن نادية مش بتهتم وبتقول لها إن كفاية بالنسبة لها إنها تكون مع جيلين. في اللحظة دي بتدخل عليها عمة جيلين وبتكون مش مصدقة اللي هي بتسمعه من نادية، وبتكون سعيدة جدا واتمنت إن قلبها ما يتغيرش أبدا من ناحيته. وبنعرف إن اسمها جريس، وإنها أصبحت السيدة الأولى في قصر وينترفيل بعد وفاة أخوها وزوجته. وقالت لها جريس بإنها عارفة إن جلين حد معاها بسبب والدها، وأكدت لها بإن هو أكيد هيفتح لها قلبه مع الوقت لأنها جميلة جدا، وطمنتها بإنها دايما هتساعدها، وفكرتها بإن ليلتها الأولى مع جوزها مهمة جدا لكسب قلبه. فبتحس نادية بالإحراج وبتخاف لأنها كانت معتقدة إنه بما إن هو بيكرهها فمش هيقرب لها أبدا، واتسألت يا ترى هي هتتصرف إزاي لو هو طلب منها إن هو يقضي الليلة معاها. وبتتم مراسم الجواز وبيقرب منها جلين وهي بتتفاجئ جدا، وده بيخليها متوترة أكتر بمجرد ما بتدخل لغرفتها، وبتسأل نفسها يا ترى هيتصرف معاها إزاي. وفجأة بيدخل عليها جلين، فبتحس هي بالخوف لأن ما بقاش عندها أي فرصة للهرب. لكن المفاجأة إن جلين بيقولها إن هو مش عاوز أبدا وريث من ابنة بلازيت، وإن هو موجود هنا بس علشان يقولها كده، وبيسيبها وبيخرج بسرعة. وبيشوفوه الخدم وهو خارج من عندها وبيفهموا إن هو رفض إنه يكون معاها، فبتتظاهر هي بالبكاء لكنها في الحقيقة بتحس بالراحة، وبتتمنى إن هو ما يغيرش رأيه أبدا. وبتتفتح نفسها وبتفضل تاكل وتشرب، وبعدها بتنام بعد ما بيكون توترها انتهى خلاص. وتاني يوم بتنتشر الإشاعات ما بين الخدم باللي الماركيز جيلين عمله مع عروسته، وبيكونوا متعاطفين معاها جدا. ولما بيسمع جيلين كلامهم بيتجاهله تماما، وبيأمر فابيان بإن هو يتجسس على نادية ويعرف إذا كانت هي بتتواصل مع والدها وبتنقله أخبارهم ولا لأ. وبيبلغها فابيان بإن هو هيكون مرافقها، وبالرغم من إنها بتكون فاهمة إن هو موجود علشان يتجسس عليها، بس بتتظاهر بإنها سعيدة لأن جلين بيفكر فيها وبيهتم بيها، وبتكون شايفة إن دي فرصتها علشان تثبت له إنها مش جاسوسة عليهم. بعد كده بتطلب من المساعد إن هو يجهز لها دفتر الحسابات، وبتتفاجئ لما بتلاقي إن في ديون كبيرة جدا عليهم، فأكد لها المساعد إن ده بسبب الحروب اللي بيتعرضوا لها باستمرار. فحاولت نادية إنها تفتكر هو إزاي قدر يسوي الديون دي في حياتها السابقة، واقترح عليها المساعد بإن هما يستخدموا مهرها لسداد الديون، لكن نادية رفضت لأن هما لو استخدموه لسداد الدين الحالي فهتتراجم عليهم ديون تانية كتير في المستقبل، وهي كان هدفها إنها تلاقي حل جذري للمشكلة. فاقتنع المساعد برأيها. أما فابيان فبيكون مش فاهم قصدها، وبيتضايق جيلين جدا لما بيعرف منه إنها رفضت إنها تدفع مهرها لسداد الدين. فجأة بتسمع نادية صوت ضجة عالي، وبيكون صوت الديانة اللي بيطالبوا بمالهم، وأول ما بيشوفوها بيطالبوها هي إنها تدفع ديون زوجها من مهرها الكبير، يا إما يتنازل ليهم عن سهول الظل كضمان ليهم. وهنا بتفتكر نادية إن هي دي كانت الطريقة اللي سدد بيها جوزها الماركيز ديونه، وإنها كانت الأراضي الوحيدة الخصبة اللي بيمتلكوها، وإن هما لو اتنازلوا عنها فهينتهي أمرهم وهيبقوا أفقر من وضعهم الحالي مهما كانت قوتهم، وبكده مش هيقدروا أبدا إن هما يوحدوا الشمال. فطلبت من الديانة بإن هما يأجلوا الدين لمدة شهرين بس، وإنها هي اللي هتتولى الأمر بنفسها بعد كده. يا ترى هي هتقدر تعمل إيه وهتتعامل مع جيلين إزاي؟ ده اللي هنعرفه في جزءنا اللي جاي بإذن الله. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا كمان الجرس، واكتبوا لي رأيكم في القصة في الكومنتات، وسلام.